بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الله أجمعين. رجعنا تاني نكمل ما بديناه في الدرس الفات، واللي هي هنتعلم اللي هي قلنا كيف نربط قاعدة البيانات مع التطبيق أو المشروع، ونربطه بطريقتين، من الداخل ومن الخارج، اللي هو عن طريق ال SQL سيرفر. وكان اشتغلنا على الطريقة بتاعت من الداخل، وما كملنا من الخارج، اللي هو نحن عاوزين نستخدم في تطبيق واحد الطريقتين، من الخارج ومن الداخل. تعالوا مع بعض نبدأ في المشروع، اللي هو كان تذكير. كان نحن أنشأنا قاعدة بيانات باسم هيمز، وكان عملنا فيها أنشأنا جداول، اللي هو جدول الكلاس كانت فيه الحقول دي، وأنشأنا جدول التايب وكانت فيه الحقول دي، وربطنا الجدولين مع بعض بالكلاس نمبر والكلاس نمبر فورم كي and برايمري كي في جدول الكلاس. هنبدأ طوالي نشتغل في الباقي، واللي هو هنا عندنا إضافة، عندنا الحفظ، عندنا التعديل، عندنا المسح والتالي والسابق. تعالوا مع بعضنا ننفذ الكلام اللي فات، اللي هو كان عندنا التالي، اشتغلنا على التالي والسابق والإضافة، ودول اشتغلوا عن طريق جبنا الأكواد من الداخل من الأداء، يعني نفس الأدوات التالي هنا أخذنا وخطينا، وكنا خطيناها في هنا الإضافة، كنا وضعناها هنا. الكلام ده كله كان ذكرناه. تعالوا يلا مع بعض نشتغل على طوالي الربط من الخارج. وقلنا انه الطريقة بتاعت الربط من الداخل دي فيها مشاكل، انه مرات بينفصل او عندها مشاكل كثيرة بتحدث، ورسائل خطأ عديدة بتظهر لنا. طيب تعالوا مع بعض نبدأ نربط، نعمل عملية الحفظ والتعديل والمسح من الخارج. أول حاجة عندنا بنجي نحدد، فنكتب ستوب، نوقف البرنامج، نبدأ فوق هنا ده نعمل import، اللي هو ده باعتباره المجال import system dot data dot SQL cleaned دي المجال ده. هذا المجال بيختص بال SQL سيرفر. عندنا مجموعة من المجالات، مثلا زي ال ماي SQL ده بيختص بالأوراكل. وعندنا مثلا زي الأولي، وده بيختص بتاع المايكروسوفت اوفيس، اللي هو الأكسس. إذن هسه خلونا مع ال SQL كلينت، لأنه احنا شغالين على مجال ال SQL سيرفر. عندنا في الكلاسات هنا مجموعة من المجالات. عندنا مجموعة من الكائنات، عذرا. عندنا الكائن الأول اللي هو هنعرفه DIM، مثلا CN is connection SQL connection. هنعرفه. طيب هنا عندنا
المهمة بتاعت ال SQL connection شنو؟ المهمة بتاعت الكونكشن انه هو بيربط لنا بين التطبيق، بربط بين التطبيق وبربط بين السيرفر بتاع قاعدة البيانات. يعني بيربط بين التطبيق وقاعدة البيانات وبيفتح لنا اتصال بينهم. طيب حنشوف كيف من وين نجيب السيرفر اللي هو المفروض يكون في المكان ده. هنخش اول حاجة لقاعدة البيانات، هنحددها، هنجيب البروبرتيز هون وهنا هتظهر لنا هنا. هنشيل في connection string، هنيجي نحدد هنا كنترول A، نحدد كنترول C، ننسخ. نجي هنا نعمل لها كنترول V ونلصق هنا على طول. هذه هنا is new، ده باعتباره جديد. لو ما كتبت new حتعمل لك المشكلة دي. هنكتب new اتصال متكرر. ده انتهينا من الكائن الأول وهو كائن الاتصال اللي هو connection، و عملنا له المتغير اللي اسمه CN. طيب هنيجي للكائن الثاني، ممكن هنا تكتب أي حاجة، ممكن تكتب مثلا COON أو تكتب connection. أنا هختار الاسم ده لأنه صغير عشان بعدين يساعدني في عملية البرمجة. هنكتب DIM. هنعرف الثاني وهو الكوماند. تعالوا نعمل له متغير CMD is new SQL command. طيب مهمة الكائن ده شنو؟ طيب الكائن ده مهمته انه يقوم بتنفيذ امر الاضافة والتعديل والحذف على قاعدة البيانات. يعني عمليات الاضافة والحذف والتعديل اللي هي حنقوم بها هنا ده. بعدين هنا لما نعمل تعديل انه يعدل لنا مثلا او مسح بيانات او حفظ، ده بيقوم بها الكائن بتاع ال SQL command. طيب نمشي للكائن البعديه وهو فيه 5 كائنات. عندنا 5 كائنات في كل مجال، إذا كان SQL Server، إذا كان MySQL، إذا كان Access، إذا كان أي كان عنده بياخد نفس الكائنات دي. حنقول عندنا تاني بعديه عندنا الريدر. حنعرف الريدر، هنقول له DIM RD is reader SQL reader data reader SQL data reader. طيب عندنا بعديه طيب الريدر مهمته شنو؟ الريدر يقوم بالقراءة من مصدر البيانات، ودايما احنا بنستخدم في الوضع المتصل. بالنسبة للوضع المتصل والوضع المنفصل ده انا هتكلم عليهم ان شاء الله في نفس الدرس ده. وعندنا الوضع اصلا احنا شغالين على الوضع المتصل. وقلنا الريدر هي الذي يقوم بشنو؟ يقوم بالقراءة من مصدر البيانات. جميل. البيانات. طيب عندنا تاني عندنا الداتا سيت. هنا بنحتاج لها لأنها دائما بتستخدم في الوضع المنفصل، ونحن شغالين على الوضع المتصل. هنستخدم الداتا أدابتر DIM. الكائن الجاي داتا أدابتر is new SQL data
ادابتر. طيب الداتا ادابتر مهمته شنو؟ يقوم بملء الداتا سيت، بيملى لنا الداتا سيت، يقوم بملء الداتا سيت والإضافة والتخزين والحذف من مصدر البيانات. يعني الداتا ادابتر بتملى لنا الداتا سيت، والداتا سيت هي عبارة عن ماذا؟ الداتا سيت هي عبارة عن جداول، مجموعة من الجداول، يعني بتعمل لنا عمل كأنها قاعدة بيانات، نفس قاعدة البيانات، مجموعة من الجداول بيناتهم علاقة، يعني ون تو ون، والعلاقات دي هي يعني نفس طيب عندنا حنعرف تاني التيبل DIM data table is a new data create data table. طيب الداتا تيبل يعني هي عبارة عن جدول. كان ذكرنا انه الداتا سيت بتتكون من مجموعة من الجداول. الداتا تيبل هي عبارة عن جدول اللي نحن هنشتغل عليه. في البداية عندنا هنا السيرفر، والسيرفر بيتكون من 2. النوع هنا ده إذا كان البارامتر ده ما فيه كلمة سر ولا اسم مستخدم، هنضغط طوالي ترو. أما إذا كان فيه كلمة سر هنغير الاسم إلى الباسورد بيساوي كده، النيم بيساوي كده، هنا الدانا يساوي ترو. عندنا هنا البارامتر الثاني اللي هو الهيمز، ودي قاعدة البيانات بتاعتنا. أما الصفر ده كناية عن الجهاز، اسم الجهاز، يعني ممكن تكتب اسم الجهاز بتاعك هنا، أو ممكن تضع بداله صفر زي ما عملنا ونحن بننشئ في قاعدة البيانات. طيب عندنا في الفورمولوت، في الفورمولوت هنعمل شنو؟ هنقول cn بيساوي، هنقول cmd، هنعرف cmd دوت connection بيساوي لنا cn. نحن كان اتكلمنا عن الكوماند، وكنا قلنا انه الكوماند اللي هو cmd اللي هو SQL كوماند، قلنا انه الكوماند يقوم بتنفيذ الامر الاضافة والتعديل والحذف على قاعدة البيانات. قلنا الاتصال بتاع الكوماند الذي يقوم بأوامر الحذف والإضافة يساوي لنا cn، يعني يساوي لنا السيرفر، يعني يفتح لنا بينه وبين التطبيق، يفتح لنا وبين الكوماند اللي بنفذ، يفتح لنا اتصال عن طريق cn، عن طريق الكونكشن. طيب كده انتهينا من المجال، انتهينا من الكائنات المجال، وانتهينا من ربط CMD. الكلام ده وين؟ الكلام ده لازم يكون في الفورمولوت ده. هنا الفورمولوت طبعا بنفذ مع بداية فتح الفورم. هنا نفذنا الجملة دي، تمام، نفذنا ان الجملة دي CMD الكونكشن بتاعها بيساوي لنا CN. تمام، هنيجي في عملية الحفظ. طيب نبدأ في الحفظ. الإضافة كان عملناها من الداخل، التالي من الداخل، السابق من التالي، السابق من الداخل. طيب عذرا، عندنا الحفظ. في الحفظ هنقوم نبدأ بفتح الاتصال، وقلنا ده الوضع المتصل. في وضعين، الوضع المتصل والوضع المنفصل، ونحن شغالين بالوضع المتصل. طيب الوضع المتصل اللي هو انت بتفتح اتصال زي ده وبتقوم بتقفل الاتصال. CN قبل احنا كان قلنا عرفنا بأنها سيرفر،
اللي هو الاتصال، اللي هو بيربط بين التطبيق أو المشروع بتاعك وبين قاعدة البيانات. طيب فتحنا الاتصال في الأول، تاني نيجي نقفل الاتصال كلوز كده. عملنا فتحنا الاتصال وقفلنا، ده في الوضع المتصل. وحنبدأ هنا حنكتب نجري العمليات، حنجري العمليات القراءة والكتابة على القاعدة. يعني هنا حنجري العمليات الكتابة والقراءة. تعالوا مع بعض نعمل cmd دوت عندنا command text اللي هو بتساوي لي اللي هو بتساوي لي هنا الجملة اللي انت عاوز تنفذها، بتضع هنا بين دبل كوتيشن. طيب قبل ما نضع الجملة اللي احنا عاوزينها، تعالوا مع بعض قلنا قبل الريدر انها بتقرا لنا من مصدر البيانات. قلنا ان شنو الريدر انها بتقرا لنا يقوم بالقراءة من مصدر البيانات، وده بنعمله دائما في الوضع المتصل. طيب تعالوا نعمل نعون عندي كويز نعون كوت نضع دي. طيب كده يلا هنا ده كده كل الموضوع. طيب نحن هنا عندنا كلاس، شغالين على الكلاس، عاوزين نعمل حفظ. طيب نحن حنستخدم شنو في الحالة دي؟ حنستخدم insert into class. يعني الكلام ده يقول لي انه اضافة داخل الجدول اللي اسمه كلاس. الجدول اللي اسمه كلاس كان في قاعدة البيانات هاز في الجداول، في الجدول اللي اسمه كلاس. وين؟ في الكلاس، في الكلاس في قاعدة البيانات اللي كان اسمها هيمس. لو تتذكروا كنا عملناها في بقية الدرس هذا السابق. كلاس عندك هنا هنخلي ديل كده ونكتب هنا value هنا القيمة، وهنا هنكتب الكلاس نمبر والكلاس نيم العاوزين ندخل فيها البيانات. إذن هيكون عندنا هنا كلاس، لازم تكون نفس العبارة هنا كلاس نيم شولة كلاس نمبر. طيب تعال هنا كلاس نيم هنا كلاس نمبر. إذا كان الرقم الصنف ده انت هنا عامله اوتوماتيك بحيث انه يضيف كل مرة بمقدار واحد، يزيد براه بمقدار واحد اوتوماتيك، ما بتتطلب انك تكتب الكلاس نمبر لو عامل الرقم اي دي اوتوماتيك. طيب تعال هنا هنحط للكلاس، هنحط له القيمة بتاعته يعني كده. اوكي ده هنا عندنا القيمة بتاعت الكلاس هتحطها هنا مثلا 5، والقيمة بتاعت الكلاس نيم هتحطها مثلا الكلاس نيم مثلا اسمه كده صابون هنا كده، تمام، اسم الصنف يعني. طيب احنا ما هنعمل العملية دي، تمام لانه ده ممكن يكون في الكويري، لكن احنا هنا ما حندخل طوال مباشرة. لو عملت العملية دي حيدخل لك مباشرة. احنا دارين الحاجة اللي بخطها في الكلاس نمبر تكست بوكس، اللي بيدخلها هنا تتحفظ، واللي بيدخلها هنا كلاس نيم تكست بوكس تتحفظ معانا. اذا احنا حنعمل شنو هنا؟ هنقول انه كده دي مش دي كده. طيب ده للأول هنعمل سبيس بياناتهم. المشكلة دي هتحصل كتير. هنعمل سبيس بياناتهم هنا كده. هنبدأ نكتب في الكلاس نمبر. هنا كان عندنا كلاس
كلاس نمبر تكست بوكس، نفس يعني احنا عاوزين نضع عاوزين ناخد القيم اللي هناك، القيمة اللي بتكون في الكلاس نمبر تكست بوكس تنضاف لنا وين في الكلاس نمبر اللي هو الحقل ده كلاس نمبر. طيب تعالوا مع بعض كده انتهينا منه دوت تكست. طيب تعالوا مع بعض نشوف التاني. هنبدأ في التاني اللي هو كيد ده هنعمل فواصل بيناتهم بحيث انه نحن بعدين ينفذ معانا صح ويفهم ان احنا عاوزين نضع نحفظ القيمة من ياتو تكست بوكس. تمام. عندك هنا الكلاس نمبر، عندنا تاني هنا الكلاس نيم، نعرف له الكلاس هو حيجيب له برا لو كان صحيح، كانت البداية صحيحة هنا كلاس نيم تكست بوكس لاحظين دوت تكست زين. هنا قلنا له insert into class، اضيف لي في الجزء اللي اسمه كلاس في الحقل هذا والعمود هذا والعمود هذا في الحقول دي value القيم دي، القيمة بتاعت القيمة في الكلاس نمبر. يعني انت لو كنت خطيت هنا في الكلاس نمبر اللي هو رقم الصنف، لو كنت خطيت واحد دي هنا هتبقى قيمته واحد، كلاس نمبر هتبقى قيمته واحد، وهيقوم يحفظها لنا في الكلاس نمبر اللي هي في جدول الكلاس، هيضيفها لنا هنا. اوكي. والكلاس نيم اسم الصنف اللي هي هنا كلاس نيم تكست بوكس. وضحت هنا مثلا القيمة، مثلا اي قيمة اللي انت عاوز تعمل فيها الصنف، مثلا صابون غسيل، مثلا صابون غسيل مثلا الصنف صابون غسيل. ده بالنسبة للبقالة. هنا هنعمل كلاس نيم اللي هي اداه هنا كلاس نيم تكست بوكس، يعني هنا لو كان صابون غسيل هنا القيمة دي هيجيبها ويخدها هنا في الكلاس نيم اللي هي في الجدول اللي اسمه كلاس. زين. طيب احنا عاوزين بعد ما ينتهي من العملية، بعد ما ينفذ، اذا نفذ السطور ديل يقوم ينفذ لنا طوالي بعديها العملية دي اللي هو مسج بوكس، يقول لنا تم إضافة صنف، تم إضافة صنف. طيب تعالوا مع بعض نشوف. نعمل إضافة، ده كان عملناه من الداخل كود الإضافة اللي هو كان جبناه من أكواد الهون. نعمل إضافة، نكتب هنا رقم الصنف مثلا 66، اسم الصنف مثلا زي ما قلنا صابون مثلا بودرة. نعمل ده اللي كان الكود اللي كنا شغالين فيه اللي هو الحفظ. نشوف قال لك تم إضافة صنف، يعني تم بنجاح. طيب المفروض ده طوالي يظهر لنا هنا، ايوه ظهر طوالي هنا صابون بودرة، جميل جدا. عاوز تضيف تاني تعمل كده. قبل لو ملاحظين لو جينا نحفظ من هنا عمل لنا اشكاليات، كان في الدرس السابق من الداخل كان عمل لنا اشكاليات، لانه من الداخل دائما بيحصل لنا مشاكل كتير جدا في عملية الحفظ من الداخل. اما من الخارج ان شاء الله المشاكل بسيطة جدا. بالطريقة دي كده حنبدأ نفس الكود، حننسخه،
هنعمل فيه باقي العمليات مع تغير في الجمل التنفيذ او الاستعلام اللي هنا جملة الاستعلام. جميل. اذا هنعمل لها كوبي، هنمشي ل ده الحفظ اشتغلنا عليه هسي، هنمشي للتعديل الابديت كنترول في، هننزل ده هنا نسخنا في التعديل وحنشيل ده برا، هنشيل ده برا، هنقول ابديت. طبعا الكلام ده ما تركزوا معاه، هنجيه بعد شوية، هنحتاج التكست بوكس ده. هنقول ابديت عفوا، هنقول ابديت ابديت كلاس جدول تحديث الجدول الكلاس ست حدث لي القيمة التالية اللي هو عندنا في الكلاس نمبر، عندنا كلاس في القيمة بتاعت الكلاس نمبر بيساوي، اعمل ايه بتساوي ايش؟ بيساوي كلاس القيمة اللي في التكست بوكس. وعندنا هنا في الكلاس نيم نقول له كلاس نفس الكلمة اللي هنا نجيبها كلاس نيم دي كلاس نيم بيساوي لنا شنو؟ بيساوي لنا ديت. جميل. سهلة. طيب في حاجة هنا نسيناها، اللي هو نحن لو نفذنا العبارة دي كده بتاعت التحديث دي، قلنا لنا حدث لنا ده، هو حيحدث لنا كل الجدول، كل حقول الجدول حيحدثها لنا بالبيانات الجديدة. لذلك لازم نعمل له شرط اللي هو نقول له وير، يعني انت عاوز تحدث الكلاس نيم والكلاس نمبر من وير، يعني وير. طيب هنقول له وير في عاوزين في الكلاس نمبر القيمته كده، القيمته كذا، الكلاس بيساوي لي القيمة كذا. انت طبعا هنا هيكون في الكلاس نمبر ابديت القيمة زي تحت التكست بوكس ديت. جميل. ممكن ناخدها كلها كده كنترول سي، تعالوا نشيل نحطها هنا، نشيل نمسح الكلاس وير هون زين نايس. طيب من الأول نبدأ نفهم. قال لك ابديت كلاس ست كلاس نمبر، حدث لي جدول الكلاس بالقيم الكلاس، قيمة الكلاس نمبر اللي هي هذا اسم الحقل ده، واسم الحقل ده بالقيمة، حدث لي بالقيمة اللي موجودة في الكلاس نمبر تكست بوكس، في التكست بوكس اللي اسمه كلاس نمبر اللي هو هذه. حدث لنا مثلا لو كنا هنا كتبنا رقم 1 حيحدث لنا كان هنا رقم 1 عملنا 5 حيحدث لنا ب5، واسم الصنف حيحدث لنا بنفس القيمة كده. طيب عبارة وير عبارة شرطية، يعني وين احدث لك البيانات دي بالضبط وين. قلنا مثلا حدث لي العبارات الموجودة في رقم الصنف اللي اسمه الرقم 1 مثلا، او الرقم 5 او الرقم 6، هو حيحدث لك البيانات دي على حسب شنو الرقم الصنف او الشرط الموجود هنا. يعني لو كتبت هنا مثلا اسم الصنف مثلا مواد بناء مثلا كده من مواد البناء دي، وضحت اي صنف هنا، عملت رقم الصنف مثلا 5 وهو كان 6، حلو، وهو هيحدث لك ده على حسب رقم الصنف هنا.
لو ما عملت له وير، لو ما عملت له شرط، حيقوم يحدث كل الأصناف، هيعدلها كلها بالقيمة اللي انت خطيت هنا، لأنه مش اشترط له قيمة رقم صنف أو مكان محدد إنه يحدث عليه. جميل. كده انتهينا من حاجتين. ده هنا التعديل تم التعديل، لأنه احنا اشتغلنا هنا على التعديل وكان نسخناه من الحفظ. عذرا تعديل، تم التعديل أصلا. طيب تعالوا ناخذ نفس ده كنترول سي. تعالوا هنا اشتغلنا على الحفظ والتعديل، تعالوا نشوف المسح. تعالوا قبل ما نشوف المسح نشوف بعدل ولا ما بعدل. طيب تعالوا نضع دي نمرة 1. تعالوا نعمل صابون مثلا. تعالوا مع بعض نقلبوا اي كلام خارم بارم. مثلا حنشوف هنا حيتغير هنا القيمة دي، حتتغير هنا ولا ما حتتغير. هنعمل تعديل، تم تعديل الصنف وفعلا اتغيرت. ده اللي كان ضفناه 66 ضفناه مؤخرا ونفذنا به الحفظ. طيب بعد ده حنشتغل في المسح. شايفين ما حيمسح، ما في كود عشان يمسح، حنقوم نضع فيه كود اللي هو حنربطه من الخط. طيب تعالوا لمسح كنترول في، وكود المسح اسهل بكثير. طيب حنحتاج حاجات معينة من هنا. ايوه حنحتاج للوير، للشرط بتاع الوير فقط. حنقول له ديليت from من غير all. delete from class. امسح لي من جدول كلاس وير قلنا له في الكلاس نمبر اللي هي قيمته كلاس نمبر تكست بوكس. جميل. طيب تعالوا مع بعض نشوف. تعالوا نعمل العملية دي اللي هنا نقول له داتا تيبل دوت كلير. امسح لي الداتا تيبل كلير، امسح لي الداتا تيبل وحدث لي الفورم من جديد. فورم مي1 لود، فورم لود. ارفع لي القيمة دي سندر اللي هو كده. كل ما تضيف عليه الحذف بيقوم شنو بيحدث لك الفورم من جديد. هنا نقوم نعمل ايه يعني بعدين لو عملنا مسح ما حيظهر انه يتمسح، حنقوم طوال انه ينفذ بعدها العبارة دي، يقوم يمسح الجدول من جديد ويقوم يعيده من جديد، يملاه من جديد عن طريق الفورم لود سندر، حيملاه بالبيانات الجديدة. تعالوا مع بعض نشوف. طيب عندنا نمسح ده نمرة 5 رقم الصنف 5. كان قلنا له ديليت فروم كلاس، الجدول اللي اسمه كلاس اللي هو الصنف، جدول الأصناف. امسح لنا جدول أصناف وقال لك وير قلنا له في القيمة اللي اسمها تكست بوكس كلاس نمبر تكست بوكس، يعني على حسب بشرط انه شنو يعني 5. امسح لي بس الحاجات اللي في 5. تعالوا نشوف المسح حيشتغل ولا ما حيشتغل. كان هنا في قبل ما هنا حاجة يقول لك تم التعديل في الصنف، لأنه دي ما غيرنا، كان مفروض نغير الجملة دي بتم المسح. طيب المسح تم تعديل الصنف وبعدين حتختفي لأنها اتمسحت. نايس مسحت. دي طبعا التالي السابق كنا اشتغلنا فيهن من الداخل، والإضافة اشتغلنا منها من الداخل، الحفظ والتعديل. عليه كده ان احنا انتهينا من موضوعنا ده. طيب انا يعني عاوز ان شاء الله الجاي حنبدأ في نفس المشروع، حنبدأ نعمل شنو، نعمل حاجة جديدة اللي هو حنبدأ ننشئ لنا تقرير. حنبدأ نشتغل على التقارير
الحمد لله والشكر لله. والسلام عليكم ورحمة الله.